أهنئ أبنائي وبناتي طلبة الدراسة الإعدادية ممن حثوا الخطى نحو التفوق والنجاح، فكانوا للتميز عنوانا وللسعادة أثرا في نفوس أساتذتهم الأجلاء وأسرهم الكريمة. واستشعارا بالمسؤولية إزاء مستقبلهم العلمي، أدعوهم مخلصا إلى أن يكونوا أكثر وعيا وحرصا في هذه المرحلة لاختيار ما يتناسب مع رغباتهم وحجم تطلعاتهم عند التقديم على التخصصات ذات العلاقة بمسارات اهتماماتهم لتحقيق ما يصبون إليه من تحصيل أكاديمي. وانطلاقا من توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي المحترم، وحرصه على جاهزية الجامعات في استيعاب مخرجات وزارة التربية، أعلن عن جاهزية تشكيلاتنا لاستقبال أعدادهم وتوفير البيئة الجامعية الملائمة لهم. وأزف لهم البشرى بصدور الأمر الوزاري لاستحداث كلية طب الأسنان في الجامعة، وقسم الأدلة الجنائية في كلية العلوم، وقسم العلوم المالية والمصرفية الإسلامية في كلية العلوم الإسلامية، ورفع تعليق الدراسة عن كلية التربية المقداد بأقسامها كافة. وهذا يقينا سيسهم إيجابا في تعزيز حظوظهم بالقبول في التخصصات التي تمكنهم من الولوج إلى سوق العمل.